السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة مع بعض هنعرف سر ذوبان البسبوسة وتطلع معاكي مرملة وطرية وكل حاجة. معانا نص كيلو سميد بسبوسة، معانا 175 جرام سمنة، يعني كوباية إلا معلقة. هنحط هنا السمنة، ومعانا لبن 175 كوباية برضو إلا معلقة، هنحطها على السمنة. ومعانا برضو 175 سكر، هنحط السكر 175. واللي حابة تبقى مسكرة اكتر ممكن يحط 200 جرام سكر، بس انا بحب كده السكر بتاعها بيبقى معقول، ده حسب الرغبة يعني. هنقلبها وندخلها الميكرويف 30 ثانية او على البوتاجاز، يا دوبك تدفى بس كده، نحط فيها صباعنا نستحملها. هنا خلاص كنت طلعتها، هنا دفت. هنحط 3 معالق عسل ابيض، ممكن معلقة عسل جلوكوز، ولو مش متوفر ممكن شربات تقيل، معلقتين شربات تقيل. هنقلبها كويس جدا لحد ما كله يتجانس مع بعضه، نلاقي اللبن مع السكر مع السمنة مع العسل بقى كلهم لون واحد، مفيش حاجة فاصلة عن التانية زي ما احنا شايفين كده. شفت انا قلبتها كويس جدا لما بقى كله لون واحد. هنجيب سميد البسبوسة وهنحط عليه جوز الهند، ده حسب الرغبة، ده اختياري زي ما انت عايزة، مش عايزة مش براحتك برضو. هنحط ربع معلقة بيكنج باودر، بيخليها فيها هشاشة كده ومرملة كده وطرية من جوه، متبقاش مكتومة. مننساش نفعل الجرس. هنقلبها، هننزل عليها بالخليط اللي احنا عملناه، وهنقلب فيها مش كتير، يدوبك تقلبتين كده تشرب بس السوائل، لان كل ما بنقلب في البسبوسه كتير بتنشف معانا في الفرن ومتبقاش حلوه. زي ما احنا شايفين كده تتشرب بس كل السوائل اللي احنا حطيناها. يا ريت ما ننساش الاشتراك في القناه. هنا هنجيب صينيه ندهنها سمنه، هذا الصينيه كويس سمنه، هننزل عليها بالخليط اللي احنا عملناه ونفردها في الصينيه كويس. وياريت تبقى صينيه كده صغيره ملهاش حافه، متبقاش صينيه عاليه، الصينيه اللي هي بتاعه البيتزا. دي صينيه مقاس 30، النص كيلو بياخد صينيه مقاس 30، اللي هو عايزها رفيعه عايزها سمك اتخن شويه ممكن يحطها في صينيه مقاس 28. والصينيه الالومنيا بتبقى افضل في السوا عن الصينيه التيفال او السيراميك او الجرانيت او كده، بيبقى التسويه بتاعها مظبوطه ومتساويه في السوا. هنا سويناها. هننزل عليها بالمكسرات، ده حسب الرغبة، متوفر ماشي، مش متوفر عادي سادة برضو كويسة، ممكن سوداني، اي نوع متوفر عندك حسب الرغبة، مش اساسي يعني معانا. هضغط عليها بظهر المعلقة عشان لما نيجي نحط الشربات عليها ما نلاقيش المكسرات عملت في الوش. ونكون مسخنين الفرن قبلها على درجة حرارة 200، في الشبكة في النص، نحط الشبكة في النص ونحط الصينية، نكون طبعا متسخن من قبلها. انا بوريكم على درجة حرارة 200. هنا هنعمل الشربات، شربات البسبوسة طبعا بيبقى خفيف، كل كوباية سكر على كوباية مية، يقعد يغلي على البوتاجاز، يدوب اول ما يغلي يدوبك غلوة واحدة كده، والتانية نطفي البوتاجاز ونشيله من على النار، ما نسيبوش يغلي كتير. وطبعا بتبقى البسبوسة سخنة والشربات سخن، وهنا نحط عليه معلقة عسل جلوكوز بيمنع التسكيرة وبيخلي سكره معقول، وعصرة ليمون، ورشة فانيليا طبعا. هنا خلاص كان اتعمل، اول ما خلاص بحط عليه معلقة سمنة بيديله لمعة وبيدي للبسبوسة لمعة. نقلبها عليها كده ونسيبها لحد ما البسبوسة تخرج من الفرن. هنا البسبوسة خرجت من الفرن، هنسقيها على طول بالشربات وهي سخنة وهو سخن.
شوف البسبوسة بتتشرب معانا بسرعة ازاي. ده دليل على نجاح البسبوسة. هنسيبها شوية، ممكن نحطها في الفرن تاني وهو مطفي لحد ما تشرب كل كمية الشربات. هنا بوريكم، هنا كانت لسه سخنة وانا بقطعها والقطعة طالعة متماسكة ودايبة من جوه. طالما بنتك عليها كده نعرف ان هي كده وبتطلع شربات، تبقى كده شربت الشربات كامل ومش محتاجة تاني. اذا كنتوا وصلتوا معانا للنهاية وشفتوا الفيديو عجبكم، يا ريت ما تنسوناش بتعليقاتكم والاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وشكرا.